اروع وافضل حاجه حطيتها البارح في الطابله تاع الفطور ملي بدا رمضان ما درتش مقبله بنينه كيما هذه مسحوا التباسه عليها. السلام عليكم. اروع تغميسه تقدروا ديروها بالحميصه والطون، مقبله سهله مهله وبنتها كي العاده لها بنت عدنيه، لازم تجربوها هذا رمضان. الحاجه الاولى اللي نديروها في مقله درت فيها شويه تاع الزيت، حكمت حبه تاع بصل صغيره قطعتها بهذه الطريقه، نحطها تتقلى مع شويه تاع الملح حتى وين تدبل كامل هذيك البصله. نزيد عليها 3 سنات تاع الثوم اللي كنت قطعتهم في رقيق مع حبه طوماطيش تكون متوسطه قطعتها مربعات صغار، ونخليهم يتقلاو مليح. نروح نجيب الحميصتين، حنستخدم الحميصه المعلبه من عند بونو اللي تلقاو فيها زوج احجام تاع 580 غرام مع 300 غرام. بلا ما تشمخي الحميصه بلا والو، تلقايها واجده طيب في 5 دقائق وزيت جايه ديغازي ما ديرلكمش كامل المشاكل تاع الانتفاخ سورتو في رمضان. ديت منها حوالي كاس ونص تاع الحميصه بهذه الطريقه. نروح المغله تاعي بعد ما تقلى مليح هذاك البصل مع الطوماطيش، ندير الكميه تاع التوابل المكتوبه تحت لا فيديو، زدت لهم شويه تاع الكركم، الكميه تاع الحميصه مع مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع الباطا، ولا تحبوا ديروا مغرف كبيره تاع معجون الفلفل الاحمر اذا كان متوفر عندكم. نمرق بحوالي كاس ونص تاع الماء حتى وين تغطى شويه هذيك الحميصه، ونخليها تطيب على نار تكون قليله حتى وين تتجمر هكذا وتشرب كامل هذوك السوائل. بعدها نطفي عليها ونجي ندير عليها واحد زوج بيض تاع الطون صغار ولا باطا هذيك اللي تكون موايا مع رشه تكون مليحه تاع الحشيش، والمقبله تاعنا تكون واجده بزاف بنينه. ننصحكم تجربوها، تغميسه بزاف هايله مع شويه تاع الحار وبصحتكم.